قبل ما ادخل في الموضوع حابب ان انا اشكر كل الناس اللي بتدعم القناه والصفحه على الفيسبوك بالتفاعل، سواء بسبسكرايب او لايك او حتى ديسلايك. التفاعل بتاعك ده معايا يا اما هيحسن من المحتوى اللي انا بقدمه، يا اما هيخليني استمر في المحتوى وفي جوده المحتوى اللي انا بقدمه ده. فتفاعلك معايا سواء بالموجب او بالسالب هيفرق يعني. فبعد اذنك لو حبيت المحتوى بتاع الفيديو اعمل لايك، لو ما حبيتش المحتوى اعمل ديسلايك، وفي الكومنت سيكشن قول لي رايك، اعترض معايا نتناقش. المهم ندخل في الموضوع. كان في ايفنت بتاع حاجه اسمها تيد توك، لو حد متابع الايفنتات بتاعت تيد. دكتوره عملت بحث خطير. البحث ده عباره عن ايه بقى؟ ان طريقه مشيتك وطريقه وقفتك، البادي لانجوج بتاعتك، انت بتمشي ازاي؟ هل مشيتك دي فيها ثقه بنفسك ولا لا؟ هل انت مشيتك فيها نوع من الضعف ولا لا؟ المهم التجربه دي ايه بقى؟ جابوا مجموعه من الشباب وقسموهم نصين. نص طلبوا منه ان هم يقعدوا لمده دقيقتين واخدين حاجه اسمها هاي باور بوز، يعني قاعدين معرضينها بمعنى اصح، او قاعدين مفرشخين كده، قاعدين واثقين في نفسهم، واخدين وضع ثقه اللي هو عادي، انا كويس، انا واثق من نفسي، انا اقدر اعمل اي حاجه. والنص التاني لو باور بوز، يعني قاعدين كشين كده وماسك رقبته، ويعني واخد وضع جسمه ضعف، اللي هو انسان ضعيف، انسان منطوي، انسان شخصيته ضعيفه، لمده دقيقتين برضه. وبعد كده عملوا انترفيو للمجموعتين، اكنك داخل انترفيو شغل بالظبط. لقوا ايه بقى؟ مع ان المجموعتين اللي قسموهم ليهم نفس المستوى الفكري ونفس السن ونفس كل حاجه، يعني حاجه زي كنترول اكسبيرمنت كده، يعني المتغير الوحيد الهاي باور بوز واللو باور بوز. المهم بعد ما دخلوا الاثنين الانترفيو لقوا ان المجموعه اللي كانت واخده الهاي باور بوز قبل ما تدخل، اللي هي كانت قاعده مفرشخاها كده وقاعده مش فارق معاها اي حاجه، عملت احسن في الانترفيو وكانت عندها ثقه اكتر، وقدرت ان هي تأدي احسن وتجاوب احسن، عكس المجموعه الثانيه اللي كانت قاعده منطويه وكانت قاعده واخده وضع ضعف، وان هي مش. لقوا بقى ان ده كان سببه ايه؟ لقوا ان معدل هرمون التستوستيرون عند المجموعه اللي واخده هاي باور بوز زاد بنسبه 20%، وفي نفس الوقت معدل هرمون الكورتيزول اللي هو معدل هرمون التوتر والهدم العضلي قل. يعني لمجرد ان انت خليت جسمك ياخد وضعيه معينه لمده دقيقتين اتنين، قدرت تقنع عقلك ان هو يقنع هرموناتك ان هي تتغير، ان يحصل لك بيك، يحصل لك سبايك في معدل هرمون التستوستيرون، ويحصل لك ترف او يحصل لك هبوط في معدل هرمون الكورتيزول، لمجرد ان انت قدرت ان انت تغير وضعيه جسمك لمده دقيقتين اتنين. فتجربه زي دي بتثبت ان العقل البشري ده مفيش حاجه اقوى في العالم من العقل البشري. يعني مجرد تغيير وضع جسمك وان انت تدي يعني اشاره لعقلك ان انت واثق من نفسك، بيغير على طول. عقلك عنده القدره ان هو يغير في هرمونات جسمك، والعكس صحيح. قوه اقناعك بنفسك ان انت تقدر تعمل حاجه، يعني لو انت قدرت تقنع نفسك ان انت هتعمل الحاجه دي هتعملها، وعقلك هيسخر جسمك وهيسخر كل حاجه حواليك ان انت توصل للحاجه اللي انت عايزها دي. اذا فالبادي لانجوج بتاعتك، طريقه مشيتك، طريقه تعاملك، طريقه حياتك، اللايف ستايل بتاعك بيأثر على عقلك، ومنه بيأثر على الهرمونات بتاعتك، والعكس صحيح. طريقه تفكيرك بتأثر على جسمك، بمعنى لو انت واحد تفكيرك سلبي بتلعب كمال اجسام مثلا، وبتقول لا انا مش هقدر اتمرن النهارده كويس، انا تعبان، انا يا عم لو رحت مش هقدر اشيل الوزن هيقع عليا، هيقع عليك. حتى لو انت كان عندك القدره انك تشيله هيقع عليك برضه، لان انت اقنعت نفسك خلاص ان انت بقيت ضعيف. على عكس ان انت لو عندك القدره ان انت تقنع نفسك ان انا هقدر، عندك المينتال تافنس ده، ان هو لا انا هشيله، او انا مثلا هقدر ان انا هوصل لبادي فات مثلا 7% 8%، انا هوصل للحاجه دي. لو اقنعت نفسك اديت لنفسك اللي هو انا لا هوصل للموضوع ده، خلاص عقلك هيساعدك ان انت توصل للحاجه دي. الفيديو ده طبعا انا هحط اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس تحت، اللي هو التيد توك، بس هو مدته كانت حوالي 20 دقيقه او 25 دقيقه وكان بالانجلش، فانا حبيت ان انا اعمل فيديو اجيب لك الخلاصه من الاخر. بس انا طبعا هحط اللينك في الديسكريبشن بوكس عشان تخش تبص عليه. غير طريقه مشيتك، غير طريقه نظرتك لنفسك، بص لنفسك ان انت
بص لنفسك ان انت الشخص اللي نفسك تبقاه، يعني انت نفسك تبقى شخص ناجح قدام، اتعامل مع نفسك ان انت الشخص الناجح ده. لو انت نفسك تبقى بطل عالم في كمال الاجسام، بص لنفسك ان انت بطل عالم، اتعامل مع نفسك ان انت بطل عالم. عقلك هيساعدك ان انت تبقى بطل عالم فعلا. اخيرا يا ريت ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو ولايك للفيسبوك بيج، وعجبك المحتوى اعمل لايك، ما عجبكش اعمل ديسلايك وتعارض معايا في الكومنتات. بس، والسلام عليكم.